الرئيس دونالد ترامب بيهدد بسحب جنسية الكوميدية والإعلامية رازي أودونالد الأمريكية. ايه اللي بيحصل؟ في إعلامية اسمها رازي أودونالد. الإعلامية دي انتقدت بشكل واسع الرئيس دونالد ترامب وإدارته بسبب الأزمة الكبيرة اللي حصلت في تكساس مع الفيضانات، وإن وكالات الأرصاد الجوية والأزمات اللي بالشكل دوت مش بتعمل شغلها، وده تسبب في وفاة العديد من الناس بشكل مفاجئ من غير ما يكون حد عنده أي فكرة عن اللي بيحصل. فالرئيس دونالد ترامب ما عجبوش القصة ديت، وهدد على برنامج تراث الخاص بيه للسوشيال ميديا إن هو هيسحب الجنسية الأمريكية بتاعتها، وقال ان هي ممكن تعيش في البلد الجميلة ايرلند اللي هي قاعدة فيها دلوقتي. هي طبعا انتقلت لاول السنة للعيش في ايرلند بعد تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسة، وشايفت ان هترجع امريكا لما تبقى الامور اكثر امانا من وجهة نظرها. هي من مواليد امريكا، هي معاها جنسية بالولادة، وبالتالي الرئيس دونالد ترامب لا يملك اي سلطة لالغاء جنسيتها الامريكية باي شكل طبقا للدستور الامريكي. فايه اللي هيحصل في الموضوع دوت؟ خلينا نتابع وخلينا نشوف. تحياتي الجميل وائل عاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.